بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا النهارده نعمل الفراخ بطريقه مختلفه شويه. معانا بصلتين كبار مقطعينهم مكعبات، ومعانا حبيتين طماطم برضو مقطعينهم مكعبات، وثلاث حبايات فلفل حامي او بارد. وان شاء الله الاكله اقتصاديه وسهله وبسيطه. معانا نص صدر فرخه مقطعينه مكعبات برضو. هنجيب الحلة بتاعتنا على النار متوسطة، وهنضيف 3 معالق زيت. بعد ما الزيت بتاعنا بيسخن بنضيف البصل الأول وندبله لحد ما ياخد معانا اللون الأصفر الجميل. ما بنغمقش البصل علشان ما يمررش معانا في الأكل. بنسيب البصل يتدبل كده براحته، وبعدين بنضيف معلقة الثوم اللي احنا مجهزينها من قبل كده. البصل لما بيستوى معانا بيدي للأكل طعم جميل، وفي نفس الوقت ما بنغمقهوش زي ما احنا قلنا علشان ما يمررش الأكل معانا. أكلة اقتصادية وسهلة وبسيطة، وممكن تعمليها كل يوم، وبنص صدر الفرخة هتقدري تعملي الغدا لأولادك. بنضيف الفلفل اللي احنا مجهزينه، وبعدين بنضيف الطماطم وبنسيبهم بقى يتبلوا على البوتاجاز شوية. نسيب الخضار بتاعنا يستوي حوالي 10 دقايق، وبنكون مجهزين التوابل بتاعتنا: فلفل أسمر وشطة، لو ممكن انت تستغني عنها لو ما بتحبيش الشطة في الأكل. معانا برضو كمون، معانا ملح. هنضيف التوابل بعد ما الخضار بتاعنا دبل. وبعد كده هنضيف الفراخ، وهنسيبها بقى على النار لحد ما تتشرب من بعضها والخضار بتاعنا يستوى. ما بنزودش بقى احنا مية ولا حاجة، وبنسيبها كده الطماطم والخضار والفلفل مع الفراخ تستوى من بعضها وتتشرب مع بعضها لحد ما الخضار بتاعنا يبقى جاهز معانا على التسوية. ما شاء الله هي استوت اهيت، وتحسي ان المية اللي في الخضار خلاص نشفت معانا، وكده الفراخ بتاعتنا بقت جاهزة. هنسيبها بقى تبرد على البوتاجاز ونطفي عليها. وتعالوا بقى هنعمل العجينة بتاعت السندوتشات. معانا كيلو دقيق، ومعانا 3 معالق سمنة، ومعلقة سكر، ومعلقة ملح، وكيس خميرة فورية أي نوع انت تحبيه. ومعانا مية دافية للعجين عشان تساعد ان العجين يطلع معانا او يخمر معانا بسرعة. هنعجن العجين بتاعنا كويس ونخدمه كويس عشان يبقى معانا سهل في التشكيل. هنغطي عليه في مكان دافي في المطبخ، وبعد ما بيخمر بتبدأي ان انت تقطعيه وتشكلي العجين حسب ما انت عاوزة. ممكن تعمليها قرص مدورة، ممكن تعمليها على شكل سندوتشات طويلة حسب ما بتحبي. بتحشي العجينة وتشكليها بالطريقة اللي انت حباها. بتجهزيها وبتبقى معاكي أحلى سندوتشات للغدا، وفكرة بسيطة وسهلة وتكاليفها قليلة واقتصادية في نفس الوقت. وما استخدمناش فيها إلا نص صدر الفرخة، وعملت بيه غدا ل5 أفراد أو 4 أفراد حسب أفراد عيلتك. كمان بتعملي حسابك ان وانت بتشكلي العجينة ما بتبططيش العجينة او بتفرديها بدقيق، بتبقى من غير دقيق عشان لما تيجي تلمي اطراف العجينة تمسك معاكي.
بتدهني الصينية زيت وبترصيها فيها وبتدخليها الفرن وبتطلع معاكِ بالشكل الجميل ده، وبألف صحة وعافية يا رب.